السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. عاملين رز بلبن يا جماعة، بس شوية رز بلبن عايزة أقول لكم ما فيش أحلى من كده، وكمان قايلة لكم هاقول لكم على المقادير للكمية وللكيلو يعني اللي أنتِ عايزاه. أنا عاملة كمية يعني ودي الشيف هينزل يوزعها وكده، فعملت له بقى شوية رز بلبن عايزة أقول لكم خطيرة. أنا كنت هاعمل لينا بس زوّدت شوية، يعني كل وقت كده، كل شوية وقت كده لازمًا أعمله ونوزّعه. فجِبت بقى الحلّتين بتوعي، أنا باعمله على حلّتين عشان ما إيه، يعني ما يبقاش كتير عليّا وفي نفس الوقت أتحكّم فيه وأعرف أقلّبه كويس ويبقى معايا حلو. شطفته بس كده، مش هاغسله غسيل كامل، والرز بلبن أصلًا ما باحبش غسيل الرز، بس أنا بس شطفته بس كده وصفّيته أول مرّة، وبعد كده هاملا له مَيّة من الفلتر. أنا عاملاه يا جماعة بتاع الليلاه ده بيبقى زي، يعني بتبقي خادماه أكتر شوية من اللي أنتِ هتعمليه. فأنا عاملاه لنا وبرضه هنوزّعه عادي. حطيت بقى كيلو رز في كل حلة، دي حلة مقاس 28 تقريبًا، حطيت فيها كيلو رز. النُص كيلو رز يا جماعة، اللي هيعمل نُص كيلو رز لبيته بياخد 2 كيلو من اللبن. أنا جايبة كده 2 كيلو رز لنُص كيلو من اللبن على طول، يعني جايبة لكل كيلو 4 كيلو رز. عملوا معايا يعني إيه، حلتين، الكيلو حطيته الكيلو في حلة كبيرة كده، وكل كيلو في حلة، خَد معايا 8 كيلو من اللبن. هاحط اللبن برضه في البولة الواسعة دي stainless عادي، وهاوطّي عليها اللبن خالص لإنه النار خالص لإنه كان متلّج، يعني كان ساقع أوي، فعشان برضه يعني باحب أحطّه ساقع أصلًا على الرز، بس عادي هادفّيه والباقي بقى هيبقى ساقع. في تاني ييجي 4 كيلو، بس كده. كل شوية هاجي أقلّب في الرز عشان ما يمسكش في الحلة stainless يا جماعة، دي أهم حاجة. وكمان برضه هتشوفوا الحلة وأنا باغرف في الآخر زي ما هي، أهم حاجة كل شوية بنقلّبه. ولو أول ما بيتشرّب كده عايزة تسيبيه شوية، أنا النور طفى عليّا أصلًا، يعني وأنا باعمله كده كان النور طفى عليّا وسِبته شوية، عايزة أقول لِك بيستوي أكتر وبيبقى حلو. أنا عايزاكِ تسوّيه يعني، مكتّرة له مَيّة وكده بقى زوّدت لبن وباقلّب على طول، كده هاقلّب في المرحلة دي. أنا حطّيت لل2 كيلو لكل كيلو، كيلو إلّا ربع من السُكّر. كده عملت منّي شوية بس مش مشكلة بقى. هاحط حطيت كيلو ونُص للحلّتين، بس أنا ما باحبّوش مسكّر over، وكمان يعني إيه، اللي بيحبّه مسكّر بقى يحط كيلو لكل حلّة، لكل كيلو رُز كيلو سُكّر. فلأ، أنا حاطّة كيلو إلّا ربع، يعني حاطّة كيلو ونُص للحلّتين. فأنتِ وحريتِك بقى في السُكّر ده، وجايبة قشطة حاطّة لكل حلّة 4 علب. كل حلة فيها كيلو يا جماعة، يعني أنتم لو هتعملوا نُص هتجيبي علبتين قشطة و2 كيلو من اللبن، كده بيبقى مضبوط جدًا، ونُص كيلو بقى من السُكّر. بس ده كيلو، وحطيت نُصّه في الحلة دي ونُص في الحلة دي، وجِبت كمان نُص برضه قسمته على الحلة دي والحلة دي، ده النُص التاني. بس كده، ما حطيتش سُكّر تاني. هاقلّب بقى فيه كده، أصلًا الرز مستوي، وأول ما يلِف بقى معايا كده هاحط القشطة كمان وأقلّب. ما أعرفش حطيت القشطة والّا لأ، تقريبًا لسه ما حطيتهاش. أول ما يغلي معايا كده ويقلب قلبتين، خلاص بقى كده إيه، هاشيله على طول. عايزة أقول لِك الرز خطير، زي ما عملته في بيتي زي ما عملته هاوزّعه، ده ما فيهوش أي حاجة. وكل شوية أيام كده يا جماعة نعمل كده، عايزة أقول لِك بتبقى فرحة كده في البيت، والعيال كانوا فرحانين جدًا. وعمر ويوسف بقى قعدوا معانا كده ونغرف ونحط، وسِبته كمان من ال م كده كنا الصبح، يعني كده كنا الضهر كده، من الضهر للمغرب عقبال ما فرّقته ورصيته على الرخامة زي ما أنتم هتشوفوا معايا كده، وسِبته بقى للمغرب. أهم حاجة يبرد كويس جدًا عشان يعمل وِش كده من فوق يعني، فوق العلبة كده يبقى زي الجاهز بالضبط. دول 8 علب من القشطة، كل حلة 4 علب. عايزة بقى تحطّي بدل القشطة كريم شانتيه مثلًا ونشا، أنا ما باحطش أي حاجة غير القشطة، وساعات ما باحطش قشطة، يعني مش لازم. مش عايزة تحطّي حاجة خالص غير اللبن براحتك، لإن إحنا مكتّرين له اللبن وهو حلو أوي يعني. فأنا حطيت برضه قشطة عشان يبقى غني كده وحلو، ولكل حلة 4 علب. هاقول لكم المقادير تاني، ما تنسوش أصلًا إن إحنا بنعمل في الأول نسمّي، نقول بسم الله كده ونبدأ،
ونسمي على الرسول ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، نصلي على النبي كده، وتحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقولوا لي بقى رأيكم في الرز بعد ما يخلص. شايفين بقى هخلي القشطة كده تفك في اللبن وهطفي بقى عليه، هيلف كده ويبقى جميل. أهم حاجة يا جماعة ما نشيلش إيدينا من الحلة، على طول نقلب. فتحي كان بيقفل الكاميرا ويقلب في التانية وأنا بقلب في دي، يعني يجي يصور وبعدين إيه يقلب هو في التانية وأنا بقلب في دي على طول بالمقصوصة كده، هو بيقلب بالمقصوصة وأنا بقلب بالمعلقة. أهم حاجة تكون حاجة ستانلس كده، ما حطيتش خالص المعلقة السيليكون إلا في الآخر بقى وأنا بنزل في الحلة كده. لكل حلة يا جماعة كيلو من اللبن كيلو من الرز و4 كيلو من اللبن و4 علب قشطة وكيلو إلا ربع من السكر. بس دي كل المقادير. وفي الآخر قبل ما أطفي هحط 4 أكياس من الفانيليا. هنا معايا اهو. شايفين بقى الرز بيقلب ازاي؟ أول ما قلب كده 5 دقايق بس غلى كده، حطيت الفانيليا وهقلب تقليبتين وهطفي بس كده. وهنغرف بقى الرز بتاعنا. عايزة أقول لكم مفيش جمال أحلى من كده. لو هتعمليه كده وتوزعيه زي ما أنا عملته، اعمليه بالطريقة دي بالظبط. لو هتعملي لبيتك في الحلة برضه نص كيلو من الرز على 2 كيلو من اللبن وعلبتين قشطة بس كده، ولا بقى كريم شانتيه ولا نشا ولا أي حاجة، هتاكلي أحلى رز. اللي حابب بكريم شانتيه ونشا مفيش أي مشكلة، بس أنا بوريكم طريقتي في الرز. جبنا بقى العلب اللي هي ما بتسحش دي، بتغرفي فيها على طول وهي سخنة مفيش فيها مشكلة، والمعالق فيها هوريكم برضه طريقة المعالق وهي بتتحط فيها. بس كده يا جماعة برضه حطيت الفانيليا وقلبت تقلبتين كده. أنا طفيت على الحلة اللي فوق الأولانية، ودي الحلة التانية. هما ملالين شوية بس هما يدوبك إيه على القد يعني. لو عايزة تعمليهم في حلة واحدة بقى اعمليهم، بس أنا مش عايزة إيه أتقل على نفسي. بس كده يا جماعة الرز كان معايا تمام، خدش معايا وقت زي ما قلت لكم. سويناه في الأول بمية وطفيت عليه 10 دقايق، أو عاوزة تسيبيه شوية في الحلة. وبعد كده بقى إيه حطيت اللبن وقلبنا تاني ما بنشيلش إيدينا، وحطيت القشطة وحطيت السكر على طول. وأول ما غلى كده وقلب معايا وخلاص هطفي عليه أحط الفانيليا. أنا حطيت بقى العلبة على الرخامة كده وبغرف. بس كده يا جماعة برضه فتحي هيطفي الكاميرا وهنغرف بقى، يغرف معايا في الحلة التانية. شايفين بقى الجماعة واقفين يعني إيه، واحد بيديني العلبة وواحد بياخد مني يرص على الرخامة. فرحة يا جماعة، وتبقى حلوة أوي في البيت، ويعني أنا بنصح بيها لأي حد يعملها. عايزة تعمليها بقى يعني رز وطبيخ وكده، أو لحمة يعني أكل يعني براحتك. أنا باحب أعملها رز بلبن، متبقاش تقيلة عليَّ، بتبقى حلوة. إن شاء الله في رمضان نبقى نعملها أكل. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. أنا ما كنتش عايزة أنزّله، بس بصراحة طريقة الرز يعني إيه حبيت أوريها لكم. شايفين الحلة عاملة إزاي؟ مش فيها أي حاجة، أهم حاجة تقلّبي فيها على طول وإيديكِ ما تتشالش منها. عملوا بتاع معايا 70 علبة يا جماعة، حتى بالعدد عدّيتهم لكم. بس كده سِبتهم بقى للمغرب على يعني على الوضع ده كده، عشان يبردوا كويس ويعملوا وِش كده والعلبة ما تبقاش سخنة معايا. وجيت بقى شايفين جمالها وشايفين الوش بتاع الرز خطير. وكل ما يبرد تاني عايزة أقول لكم بتاع تاني يوم بقى اللي كان في التلاجة جميل جدًا. بالمعلقة بقى، المعالق ديًّا يعني إيه كبيرة شوية، فكنت أنا جايبة صغيرة، دي وسط، معالق وسط. فلقيت الصغيرة أحسن، يعني باضُم عليها بيها كده تبقى أحلى، فحطيت برضه من الصغيرة. بس بتقفلي عليها كده وخلاص. وعايزة أقول لكم يعني شالهم في شنطة السوق كده بس، يعني ما خدوش حيّز معايا. ومش زي بقى يعني اللي حابب يعمل حاجة زي كده ما بتاخدش حاجة وقت معاه وجميلة وحاجة صغيرة كده يا جماعة ما تتلخمش يعني. بس كده بقى هاعمل مش عارفة النور بيعمل كده ليه في الفيديو، بس يالّا بقى أوريكم هنا الرز. عايزة أقول لكم طعمه خطير. بس يا جماعة يا رب يكون الفيديو عجبكم. والأنواع دي من الفيديوهات أنا صورتها لكم مرة قبل كده، كنا في رمضان، ودي تاني مرة، وإن شاء الله كل مرة كل ما أعمله هاصوره لكم. بس كده بقى خلاص قفلنا بقى العلب كلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم.